أهلا بكم في قناة أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح، وجولة جديدة من أهم أخبار كرة القدم. النهاردة نبدأ مع الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي مستمر في المنافسة بقوة مع تألق كبير من النجم إيرلينج هالاند، اللي بيواصل تسجيل الأهداف بشكل مميز. أما ليفربول فبيحاول يرجع لمستواه المعهود ويدخل المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. ونروح لنجمنا المصري محمد صلاح، اللي مستمر في التألق مع ليفربول رغم بعض الضغوط على الفريق. صلاح قريب من العودة الكاملة بعد إجهاد عضلي بسيط، وما زال واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية. وكمين في كلام متزايد عن مستقبله وإمكانية رحيله نهاية الموسم، لكن حتى الآن مفيش قرار رسمي. نروح للدوري الإسباني. الصراع مستمر بين ريال مدريد وبرشلون في سباق قوي على صدارة جدول الترتيب. وبالحديث عن النجوم، النجم الفرنسي كيليان مبابي مستمر في خطف الأنظار بأدائه القوي، ومستقبله ما زال حديث الجميع وسط توقعات كبيرة بانتقال مهم أو استمرار مع فريقه في ظل اهتمام كبار الأندية. وفي دوري أبطال أوروبا المنافسة دخلت مراحل الحسم، وكل فريق بيحاول يضمن مكانه في النهائي. بالنسبة لسوق الانتقالات، في تحركات قوية من الأندية الأوروبية لضم لاعبين شباب، وصفقات كبيرة متوقعة قريب. نرجع لمصر. النادي الأهلي بيواصل استعداداته للمباريات المهمة، وبيسعى لتحقيق البطولات المحلية والقارية. أما نادي الزمالك فبيحاول يرجع بقوة للمنافسة ويحسن نتائجه في الفترة الجاية. الدوري المصري الممتاز دخل مرحلة حاسمة، والمنافسة بقت قوية بين كل الفرق. دي كان أهم أخبار الكرة النهاردة. متنسوش تعملوا لأيك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد.